هقول لك على حاجه بسيطه قوي. انت عندك باكين، احلى باكين في مصر وافريقيا، يوسف بالعمري ومحمد هاني. حط اليو ديانج، حط اليو ديانج في نص الملعب، حط قدامه بقى مين بقى؟ عندك امام عاشور، بن رمضان، تريزيجيه، بن شرقي او زيزو، ومروان عثمان. وخش يابا اغزو اي فريق واي دفاع، ما يهمكش اي حد. انا بقول لك خش اغزو، العب كره هجوميه، ادي على الوش، مفيش معلش. لكن انت لا، انت بتلعب كره دفاعيه يا بيه. ايوه يا عم القلق، وانت بتلعب كره دفاعيه فريقك هش، فريقك بقى ضعيف، مدربك وحش، مدربك وحش. هقول لك ليه؟ عشان اداره النادي الاهلي بتستبخل تجيب لعيبه ومدربين بفلوس. وخد مثلا على كده كومش ده، مهاجم الاهلي اللي جاي اعاره، بذمتك ده يرضى ربنا يجي في النادي الاهلي بالفلوس اللي هو جاي بيها دي؟ بعكس، النهارده صحينا الصبح لقينا وسام ابو علي يقترب من العوده الى مصر. انا واحد من الناس قلت جاي النادي الاهلي، بس النادي الاهلي عمره ما هيدفع كده يا ابني. يا ابني اهلاوي، النادي الاهلي عمره ما هيدفع الفلوس دي، لان حاطط سقف. يقول لك انا ماشي على سقف للتعاقدات، ده السقف هيقع علينا. احنا لو ما خدناش بالنا من بيراميدز بالصفقات اللي بيعملها، السقف هيقع علينا. بيراميدز يمتلك فريق مرعب، واللي يقول غير كده، انا راجل اهلاوي بس اللي يقول غير كده ما يفهمش. بيراميدز